دي هتكون اخر محاولة اعمل فيها البسبوسة، يا صابت يا خابت. لان بصراحة خلاص انا جبت اخري من البسبوسة. ايه ده هي مستقصداني ولا ايه؟ مش عارفة. يعني انا كل ما اجيب بسبوسة دي بسبوسة، اجيب من اللي هو بيبقى كده السايب ده، بتبقى يعني الاقي فيه سوس، او الاقي يعني ريحته كده مش حلوة، معطن بمعنى اصح. فانا غلبت بصراحة اجيب اكياس من اللي هي اكياس البسبوسة. لا برضو مش كويسة. يعني ربنا ما يوريكم بعمل بسبوسة احطها في الصينية تبقى عاملة زي الازاز بالظبط، لا شاربة، ما بتشربش الشربات بتاعتها. وبتبقى كده مش حلوة خالص، وبتبقى ناشفة ومعضمة، ما اعرفش بصراحة. البسبوسة مستقصداني السنة دي. النهاردة جبت نوعية دي بسبوسة، يا رب تكون كويسة. بصراحة اتعقدت من البسبوسة اللي هي بتبقى كده سايبة، اللي بنجيبها من عند العطار. فقلت هحاول بقى، جبت النهاردة كيس نوعية كويسة اللي هو حلو الشام يعني، كلنا عارفينه. فقلت ايه هجربه ويا رب تظبط معايا كده. اللي خلاص وداعا للبسبوسه، انا مش هعمل بسبوسه تاني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. بصوا، زي ما قلت لكم قصة البسبوسة معايا ودقيق البسبوسة. النهاردة هعمل الكيس دوت وهشوف ربنا يصلح الحال وتطلع حلوة معايا يا رب. وعملت ايه؟ طيب اول حاجة نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جبت كيس البسبوسة، يعني سهل ما فيهاش حاجة. فضيته في الطبق اللي انتوا شايفينه ده البلاستيك. وبعد كده اهو جبت كوباية الا ربع من اللي هي الكوباية الخمسينة دي، مش المج، كوباية الا ربع. ودي اصغر صينية في الصواني، في طقم الصواني هما بيبقوا 3 صواني، واحدة كبيرة وواحدة وسط وواحدة صغيرة. دي اصغر صينية. جبت كوباية الا ربع سمنة بلدي بقى حلوة. لان كلنا عارفين الحلويات لما بتبقى السمنة البلدي حلو، يعني اكتر حاجة بتبان فيها السمنة البلدي بيبقى طعمها حلو جدا. البسبوسة والكنافة بصراحة بيبقى طعمهم حاجة تانية. وجبت كوباية لبن، كوباية الا ربع سمنة وكوباية لبن، وخلطتهم على بعض وحطيتهم بعد كده على ايه، على كيس البسبوسة. وخلطتهم عجنتهم. يعني احنا عارفين ان البسبوسة ما تحبش العجن الكتير، يا دوبك خلاص خلطت الحاجات في بعضها وكده مفضياهم في الصينية. والصينية كنت مبطناها بشوية سمنة حلوين برضو. تمام. خلاص على كده اهي حطيتها في اصغر صينيه، زي ما قلت لكم الكيس يتحط في اصغر صينيه علشان خاطر يبقى ارتفاع البسبوسه حلو وكده. وبعد كده عملت الشربات، حطيت الشربات على النار. حطيت ايه؟ حطيت اللهم صل على النبي، كوبايه ونص ميه وكوبايه سكر بس كده. واول ما هتغلي هنزل بنص ليمونه. ولو حابه تحط ظرف فانيليا بعد ما تنزلي الشربات من على النار، حط ظرف فانيليا. وخلاص على كده، كده ايه انتهينا من مهمة البسبوسة. مرضتش اكتر، يعني المفروض كنت اعمل صينية اكبر لان دي صغيرة وكده. فايه قلت لا مش هخاطر، كفاية بصراحة الخسائر اللي خسرتها في البسبوسات اللي فاتت. فقلت ايه خلاص انا اعمل كيس واحد في اصغر صينية. وقلت ايه واعمل جنبهم ايه صينية كيكة. الحمد لله رب العالمين الكيكة بتبقى ناجحة معايا وزي الفل. اللهم بارك، ما بتبص معايا نهائي، الحمد لله رب العالمين يعني. فجبت بقى ايه مقادير الكيكة. هعمل صينية كيكة وصينية بسبوسة. صينية البسبوسة عملتها وحطيتها على النار، علشان البسبوسة بتحتاج نار عالية شوية عن الكيكة. تمام. وقلت ايه اعمل الكيكة على بال ما تستوي البسبوسة تكون الكيكة خلصت، واطلع دي وادخل دي. تمام. طيب عملت المقادير بتاعت الكيكة ايه؟ 5 بيضات، بيض حلو كده من اللي عندنا البلد الصابح. نروح كده ندور في العشش بتاعتنا نلاقي لنا كام بيضة نجيبهم ونعمل بهم صينية كيكة زي العسل. 5 بيضات. تمام. وكوباية سكر من المج ده كله، بالمج ده ما عدا السمنة حطها بالكوباية الصغيرة. بصراحة يا بنات أنا من لما قللت السمنة في الكيكة، والكيكة طعمها بيبقى حلو جدا وخفيف. وتاكلي فيها ما تبقاش ايه، ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجه تقيله كده ولا حاجه تتعبك، لا. بصراحه بتبقى روعه والله، بتبقى عامله يعني عايزه اقول لكم خفيفه جدا وهشه وطعمها حلو جدا. فايه يعني انا كل المقادير عملتها بالمج دوت الا السمنه عملتها بالكوبايه اللي هي ايه، اللي بتبقى الكوبايه الخمسينة دي، اللي من غير ودن دي، او من غير ايد ولا مش عارفه ايه. تمام. يبقى حطيت كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوباية من اللي هي الصغيرة سمنة. دي السوائل. تمام. وظرف البيكنج باودر او الكيك شيف. بصراحة بفضل الكيك شيف في الكيكة، بيبقى مخليها حلوة ومخليها مديها اللون الابيض من جوه.
ومخلي شكلها حلو جدا. وانا حطيت سمنة وزيت الاتنين مع بعض. ما بحبش اعمل الكيكة بزيت بس، بصراحة بحس طعمها مش بيبقى حلو زي ما بتبقى بالسمنة وبالزيت مع بعض. وخلاص على كده. وظرفين الفانيليا. وهنا عندي الصينية مبطناها، ونزلت بيها بايه بعد كده بالخليط ده. نزلت في الصينية دي. دي الصينية الوسط، تمام، دي الصينية الوسط. لو حباها تكون رقيقة حط في الصينية الأكبر، لو حباها تكون عالية مالية حط في الصينية الأصغر، لكن أنا بصراحة بحبها وسط. وإيه، فبحطها في الصينية الوسط. هنا بقى الولاد جولي وأنا بعمل الكيكة احنا عايزينها بالشوكولاتة. طب انا ما عنديش كاكاو خام، فقلت ايه اقسم البلد نصين. انا هعملها بالفانيليا. وعندي هنا دوت الشوكليت شيبس دولت، عايزه اقول لكم جايباهم من بدري جدا جدا على اساس ان انا اعمل بيهم اللي هو اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي، ما علينا، الكوكيز. ايوه اعمل بيهم الكوكيز. بس ما عملتش، فجبتهم وجبت زي ما انتم شايفين كده الشوكولاته، رشيتها من فوق على الصينيه، ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم كانت روعه. بصوا الجمال، اللهم بارك. والبسبوسه طلعت يعني البسبوسه كانت سخنه والشربات سخن، وشربت البسبوسه وغطيتها بصينيه. وعلى بال ما طلعت الكيكه كانت البسبوسه خلاص شربت الشربات بتاعتها، والحمد لله رب العالمين اتسترت معايا. والبسبوسة طلعت حلوة، اللهم بارك. الحمد لله الحمد لله يا رب. يعني الحمد لله رجعت في كلامي، كنت بقول ان هي هتبقى اخر مرة اعمل فيها البسبوسة لو طلعت فاشلة. بس الحمد لله ربنا صلح الحال واتسترت معايا وطلعت زي العسل والله العظيم. قطعت بقى الكيكة بعد ما هديت، والبسبوسة دي كانت خدت راحتها تلت ومتلت، لان يعني استنت كتير على بال ما الكيكة استوت وكده. وبقطع بقى ونبدأ ايه، شوفوا بقى معايا الجمال، اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين، يعني والله العظيم طعمهم كان روعة. بصوا بقى قطعي بقى التقطيعة اللي تريحك. شوفوا بقى الجمال، شوفوا اللهم بارك. بصوا. وكده انا ايه زي ما قلت لكم ضربت عصفورين بحجر واحد، الكيكة بالفانيليا حطيت لهم الشوكليت. بصوا ما شاء الله. يعني اهو اختراع، ده اختراع ولا مش اختراع؟ اختراع، واختراع زي العسل كمان. بصوا اللهم بارك. بصوا خرطة الكيكة حلوة ازاي وحلوة وعالية ما شاء الله. والسوا بتاعها حلو. انا بحب سواها كده بصراحة يا بنات، بحب الحلويات كلها تبقى ايه واخدة لون كده محمر شوية، تحسيها ان هي مستوية وطعمها بيبقى حلو عن ما بتبقى ايه واخدة السوا. يعني انا عندي البسبوسة دي كان نفسي تاخد شوية تحمير تاني، بس ايه قلت هيبقى شكلها مش حلو في التصوير. بصوا الكيكة اللهم بارك. بصوا ما شاء الله روعة. بصوا لما مقللة السمنة، يعني مقدار السمنة مخففاه شوية، الكيكة حلوة جدا وخفيفة وروعة. ده كان بقى فيديو الحلويات بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. صينية بسبوسة حلوة وصينية كيكة روعة ما شاء الله اللهم بارك. بصوا السوا بتاعها تحفة. يا رب يكون عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو مش مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله.